كانت هي كام؟ يومية، اسبوعية، شهرية، او حتى ميزانية فاكهة وحلويات. بعون الله وفضل من الله هعمل لك احسن الميزانيات والافكار والاسعار اللي ممكن تشوفيها. تعال اقول لك انا جبت ايه بال50 جنيه للوصفة دي. انا جايبة حاجات زيادة بس انا هحسب حسابات الوصفة دي. انا جبت كوز لانشون ده ب25 جنيه اول مرة اجربه، وجبت لفة جلاش ب20 جنيه نص كيلو عشان تعمل معايا صينيتين، والجبنة الموتزاريلا طلعتها سايحة زي ما انت شايفة كده، وجبت ب10 جنيه زيتون مخلي. يعني الزيتون والجلاش واللانشون هما اللهم بارك، والجبنه اختياري لو مش متاح عندك خلاص، واللبن جبته من البيت برضو. لو عايزه تحسبيها هتزودي ال16 جنيه بتوع اللبن. جبت الكوز اللانشون ده اول مره اجربه، اول ما فتحته كانت ريحته حلوه جدا اللهم بارك. مسكت بشرته هبشر على قد ما انا عايزه وهستخدم. الباقي هتلفيه في الكيس بتاعه وتحطيه في كيس بلاستيك وتشيليه في اول رف عندك في التلاجة، مش هيبوظ عشان الناس اللي يقولوا انه هيبوظ. عايزه تجيبي النوع لانشون حلواني تاني، لانشون بيف، ايا كان اللي هتاكليه هاتيه. انا بقول لك انا جبت ده ب25 جنيه، وكان بالنسبه لي اول مره اجربه وعجب العيال جدا اللهم بارك. بشرت الكميه دي، ولما تبشري اللانشون هيبقى احسن كتير ما تقطعيه. وطبعا الحشوات كتير، تقدري تختاري الحشوه اللي انت عايزاها. وجبت ب10 جنيه زيتون مخلي مشكل اخضر على اسمر زي ما انت شايفه، واديته ضربه في الكبه عشان يعرف يتوزع صح في الوصفه اللي انا هعملها. يبقى كده اخدنا نص الكوز اللانشون ب25 جنيه، خدنا نصه ب12 جنيه، وب10 جنيه لانشون ب22 جنيه. والطماطم والفلفل موجودين من البيت، هم طماطميتين و2 فلفل رومي و2 فلفل سبايسي، ولو عندك اطفال هتشيلي السبايسي وهنستكفى بالرومي. صلي على الحبيب قلبك يطيب. اكتبي لي ميزانيتك وقولي لي رايك في الوصفات اللي انا بكتبها، وان شاء الله باذن الله هقول لك ازاي بجيب الاسعار اقل ما انت بتجيبيها، والتركه فين وازاي. هنا الخليط كان بالنسبه لي كان جاهز، عملت معاه كذا وصفه تانية ان شاء الله هنزل لك الفيديو على اجزاء. مسكت لفه الجلاش خرطتها كويس قوي زي ما انت شايفه كده، واهم حاجه اهم حاجه لازم تفرفطيها زي ما انا بعمل عشان ما تكونش فيها كتل، تبقى حته عاليه وحته واطيه. وجبت الصواني بتاعتي، هتمسكي الصواني بتاعتك اللفه نص كيلو هتعمل معاكي صينيتين، صينيه كبيره وصينيه صغيره. لو اللفه 350 جرام او 400 جرام حطيها كلها في صينيه مقاس كبير، وهتعمل معاكي برضو بتزايه حلوه كويسه محترمه بدون عجن بدون فرهضه. ما تنسيش تصلي على الحبيب وتقولي لي رايك في الكومنتات. هنا هحط اول طبقه من الزيت، وطبقه حلوه بالذات الجوانب عشان الطروف ما تتحرقش بما ان الجلاش ما فيهوش روح. وعملت اول طبقه. انت عايزه تعملي سمكها سميكه شويه اعملي. انا بالنسبه لي الحجم ده كان لطيف، ما كانش سميك ولا كان خفيف. وعملت الصينيتين زي ما انت شايفه بالبيتزا ال 500 جرام. واهم حاجه زودي السمن او الزيت او الطبقه اللي من تحت عشان ما تلزقش منك. هدهن الصواني بتاعتي واجهزها، وهنزل عليها باول رصه اللي هي رصه الجلاش. هفردها كويس قوي قوي قوي. واللهم بارك. كان ريحه اللانشون يا جماعه عماله اقول لكم انا باكل فيه وانا واقفه. وهبدا ارص الصواني بتاعتي، مش هتاخد منك نص ساعه في الفرن، بدون تفاصيل كتير، بدون مصاريف كتير. اللهم بارك. عملت الصينيتين دول ما كلفونيش ال50 جنيه. لو حسبنا اللبن هيبقى يا ستي كام؟ 66 جنيه. انا اللبن كان عندي من الفريزر هو والطماطم والفلفل. عملت اول طبقه زي ما انت شايف كده، وهعمل كمان رصه حلوه من الحشوه. احط يعني حشوه حلوه محترمه كده مش قليله، بما ان اللانشون ده كنت جايباه سعره معقول. اللهم بارك. عايزه تحطي جبنه موتزاريلا حطي، ما عندكيش جبنه موتزاريلا انا معظم الوقت بعملها بدون جبنه موتزاريلا، بس انا كان عندي طلعتها برده من الفريزر وكانت سايحه زي ما انت شفتي كده. بصي بقى، هتدخل الفرن فرن عالي، اول ما تلاقي طروفها هتبتدي تحمر هتقومي نازله بشويه من اللبن، كوبايه لبن وعليها نص كوبايه ميه وملح وفلفل، ومش هنحط بيض. تسقي الصينيه وتدخليها تاني قد ربع ساعه هتطلع اللهم بارك. مفيش احسن من كده. صلي على الحبيب قلبك يطيب. اكتبي لي الميزانيه ايا كانت يوميه اسبوعيه. عملت صينيتين بيتزا بحشوات موجوده في البيت، تقدري تغيري الحشوه زي ما انت عايزه وزي ما انت حابه. اللهم بارك. مش هتاخد نص ساعه تلت ساعه على حسب الفرن المتاح عندك. واكتبي لي ميزانيتك، وانا ان شاء الله ان شاء الله هقول لك افكار ووصفات. انا بعمل اكلات من 10 ل 20 ل 30 و130 جنيه. انا كمان طلعت كيس الجبنه الموتزاريلا ووزعته. الموتزاريلا اختياري جدا، هي فعلا الوصفه دي مش محتاجه جبنه موتزاريلا، متاح خير وبركه. مش متاح برضو الاكله حلوه، وحشوه اللانشون مع البيتزا هتعجبك. فكره جديده واقتصاديه. صلي على الحبيب قلبك يطيب. انا هخلص الصواني دي وهدخلها